اهلا وسهلا يا استاذ محمد، فنان كبير. ربنا يخليك يا فندم. نفسي بقى حضرتك تقول كلمه للسيرك والفنانين السيرك. طبعا السيرك دول من الفنانين اللي هم دايما بنقول عليهم انهم من اهم الفنانين في العالم، في تاريخ العالم كله، وهم من اكتر الناس اللي بنقول عليهم جنود مجهولين، عظماء ما بياخدوش حقهم كما ينبغي، رغم الابداع اللي هم بيبقوا متفردين فيه. ابداع مع خطوره كمان، خطوره في الفن بتاعهم جامده. عشان كده بنقول متفردين دي. ايوه فعلا. غير متكرر، يعني في بعض الفنون ممكن تبقى سهله ما فيهاش نسبه الخطوره، ما فيهاش نسبه التفرد، انما دول بيبقى بالنسبه لهم نسبه التفرد اعلى. سمعت ان في حضرتك مفاجاه بالنسبه للنقابه، يعني او في حاجات للنقابه هتعملها؟ لا، هو في من الحاجات طبعا كان وده اتقال يمكن في الجمعيه العموميه اللي فاتت الاسبوع اللي فات، وكان يهمني زي ما بلغت الاستاذ محمد ابو ليلى مدير عام السيرك انه لازم، لان واضح ان في اعضاء كتير ما جوش الجمعيه العموميه ومش عارفين، واهمها مشروع العلاج الجديد. احنا كان عندنا العلاج القديم كان سقف العضو اعلى حاجه ممكن يحصل عليها 1500 جنيه علاج في السنه. احنا قلنا ان ده غير كافي، وربنا قدرنا واتفقنا مع شركه من كبار الشركات في مصر للتامين وللعلاج، وعملنا بحيث ان يبقى سقف علاج الفنان 10,000 جنيه في السنه، وفي نفس الوقت ان بقى الاشتراك بتاع العضو دون دفع اي نسبه اخرى. العضو بيدفع 200 جنيه في السنه له كعضو، لو زوجته مش موظفه وما بتعملش وهيضيفها للعلاج بيدفع لها 250 جنيه، لو عنده اولاد بحد اقصى ولدين يدفع لكل ولد 140 جنيه، وكل واحد منهم بيبقى سقف علاجه 10,000 جنيه. كان قبل كده سقف علاج العضو 1500، وسقف علاج الاسره يعني الزوجه والولدين 1500 جنيه في السنه. لا نسبه طبعا، مبلغ بسيط فكان جدا. فكان بسيط. فدلوقتي لو عضو وزوجه وولدين بقى سقف علاجهم 40,000 جنيه في السنه. طبعا ربنا يكفي ربنا يا رب المرض، وما ما حدش ان شاء الله يبقى في حاجه، انما ده للامان، وعلى الاقل يبقى في شيء البني ادم يواجه بيه صعوبات الحياه اللي موجوده. وهو ده دور النقابه فعلا يا فندم. والحمد لله يعني مجلس الاداره بيحاول بشتى الطرق انه بيعمل حاجات، يعني ده جزء. الجزء الثاني ان هنبدا ان شاء الله في مشروع الاسكان القومي ال10 فدادين اللي اخذتهم النقابه، هنبدا ان شاء الله في اسرع وقت نبدا نعمل الاعلانات علشان نختار شركه هندسيه تعمل المشروع، ثم نبدا في يعني ده توافق عليه فعلا يا فندم؟ لا احنا خلاص دفعنا لسه تحت الدراسه دفعنا يعني. لا دفعنا الفلوس اوريدي لجهاز 6 اكتوبر. يعني انا اعتبر ده سبق صحفي يعني؟ لا احنا قلناه قبل كده الحقيقه يعني. وبنعلنه تاني وبنؤكده، وان شاء الله في خلال الاسبوع اللي جاي بنمضي التعاقد. احنا استلمنا اوريدي الارض يعني. احنا دفعنا ال10% من قيمه ال10 فدادين، واستلمنا الارض وهنوقع العقد، وبعد توقيع العقد بنبدا نجيب نعمل بعد ما ناخد الاجراءات القانونيه عشان عمل الرسوم الهندسيه، ثم بعد كده ناخد عليها الموافقه من وزاره الاسكان، ونبدا فورا، لان المفروض ان احنا متفقين ان بالكتير في خلال سنتين لازم يكون المشروع ظهر للنور وبدأ الناس ان شاء الله تسكن. ربنا يوفقكم يا رب دايما كده، ويبقى دايما مزيد من نجاح للنقابه يعني. يا رب لان فعلا الفنانين وبالذات فنانين السيرك محتاجين فعلا دعم كبير جدا في كل حاجه، سواء صحيا او فنيا او اي حاجه. ده يهمنا ويعنينا، ولان زي ما بنقول ان هم بيقدموا فن صعب وفن نادر، وايضا المقابل اقل مما يستحقون. فربنا ان شاء الله يعني نتمنى بعد ما اللي حدث
في مصر، ان شاء الله يبقى المردود افضل بالنسبه لهم، بأمر مش الله. بس الصحه، في الاجور وفي كل الاشياء دي ان شاء الله. بأمر الله. متشكرة جدا يا أستاذ مصطفى، حضرتك أستاذ محمد، إن حضرتك سمحت لي انا اللي متشكر لحضرتك باللقاء جداً. الصغير ده. ربنا يخليك. وطبعا غني عن التعريف الفنان الكبير المبدع الأستاذ محمد داوود. ربنا يخليك. يعني أشكرك. ربنا يبارك فيك، ونتمنى دايما زيارات متكررة دايما للسيرك. ان شاء الله. شكرا يا فندم، مع ألف سلامة. سلام.